بسم الله الرحمن الرحيم. خالد الفتاوي، محامي بهيئة مراكش، فاعل جمعوي. أشكركم على هذه الاستضافة حول موضوع هام يتعلق بقراءات في الخطاب الملكي الثاني. الخطاب الملكي كان جامعا مانعا يتضمن نقاط هامة آنية. أولا هو خطاب العرش، يتضمن إشارات إلى الداخل كما يتضمن كذلك إشارات إلى الخارج. فيما يتعلق بالداخل، أشار الخطاب الملكي إلى نقطة مهمة خاصة بالعدالة المجالية، وكيف يجب أن تكون التنمية تنمية شاملة لكافة الجهات، وليست تنمية حصرية في بعض الجهات وإهمال للجهات الأخرى. فهناك جهات غنية بموارد طبيعية، كذلك باستثمارات عمومية وخاصة، بتجهيزات عبارة عن موانئ وغير ذلك، بطرق سريعة، بقطارات سريعة. وهناك جهات تفتقر إلى بنية تحتية خاصة ما يتعلق بالطرق وغير ذلك. إذن الإشارة الكبيرة للخطاب الملكي الثاني هو أن تكون جميع الجهات مستفيدة بصفة مباشرة من الاستثمارات العمومية وكذلك من الاستثمارات الخاصة. وهذه إشارة لأصحاب القرار، للحكومة بصفة عامة، ولكذلك المجالس الجهوية ورؤساء الجهات، من أجل العمل على إبرام عقود تربط الجهات بالمصالح الخارجية، ويسمى بعقود الاستثمار. وهذه إشارة كبيرة بأن المصالح الخارجية كذلك يجب أن تنفتح فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية على الجهات، خصوصا الجهات التي تفتقر لحد الآن إلى طرق وإلى غير ذلك. أشار كذلك الخطاب الملكي لنقطة مهمة، وهي المتعلق بالصداقة والمودة والأخوة والروابط العائلية والروابط اللغوية إلى غير ذلك، هنا أسطر على ذلك مع الشعب الجزائري. وهذه نقطة مهمة، لأنه ليست هناك أي خلافات مع الشعب الجزائري، وكان خلافات مع بعض رموز النظام الذين يحاولون بما كان خلق هذه العداوة بين الشعبين. رموز النظام الجزائري يحاولوا خلق عداوة بين الشعبين وتعطيل المسيرة المغاربية بكاملها. أشار كذلك الخطاب الملكي إلى أهمية المغرب العربي الكبير، وإشارة أن مراكش كانت مهد للمغرب العربي الكبير، وطنجة كذلك من بداية الاستقلال كانت مهد للمؤسسات المغاربية وإلى غير ذلك. وهو أمل من أمل الشعب المغاربي والشعوب المغاربية بصفة عامة، وهي كذلك يمكن أن نقول أنها إشارة سامية بأن يد المغرب مفتوحة جدا للشعوب المغاربية بصفة عامة، والمغرب كرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن يكون كذلك مثالا يحتذى به ليس فقط للشعوب المغاربية وكذلك لإفريقيا بصفة عامة. وردت الخطاب الملكي الثاني، وهنا أقف على نقطة، وهي نقطة مهمة جدا، وهي مربوطة بما جاء في القرآن الكريم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هي نقطة مهمة جدا. وردت هذه السورة من القرآن الكريم، ووردت في الخطاب الملكي الثاني.
ولخطاب الملك الثاني كل كلمة لها معاني، وكل فقرة لها معاني، وكل جملة لها معاني، وهذه لها معاني يجب أن نقف عندها، مرتبطة بحب الوطن، مرتبطة بحب البلاد، مرتبطة بأن هناك أمن غذائي، أمن روحي، أمن عام، وهناك ركائز لهذه الدولة التي تحمي هذا الأمن العام وتحمي هذا الأمن الغذائي، وأن هذه الدولة يجب أن نقوم جميعا بمساندتها بالوقوف إلى جانبها، وأن هذه ما جاء في خطاب الملك الثاني بأن المغاربة يأخذوا هذه النقطة بكل ما تعنيه الكلمة، بأن الدولة بمؤسساتها الأمنية، اقتصادية، اجتماعية، السياسية بصفة عامة يجب أن نقف إلى وأن نشد بأزرهم وأن نقف إلى جانبه وأن نفتخر بأننا نحن مغاربة. معناها أن فئات أو الجهات المحرضة كما كانت في كندا أو في أي مكان آخر بتمويل من مخابرات أجنبية من أجل المساس بأركان الدولة، يجب أن نكون إلى جانب الدولة، يجب أن نكون إلى جانب مؤسسات الدولة، يجب أن نكون جزءا من هذه الدولة التي تحمينا وتأوينا، يجب أن نفتخر بهذه المؤسسات. لماذا؟ لأنه الحمد لله المغرب أصبح في الرياضة وأصبح في الطريق الصحيح بسرعته القصوى، وبالتالي هذا الشيء يخلق حساد، يخلق خصوصا من جهات معادية للوحدة الترابية. يجب أن نكون بالتالي حريصين على أمننا الروحي وأمننا العام، وأن نفتخر بشرطتنا وبأمننا وبجيشنا ومؤسساتنا التمثيلية والبرلمان المغربي وغير ذلك وأحزابنا الوطنية وغير ذلك من كل ما هو مغربي. هناك ذلك لابد ونقطة أساسية وحاسمة، وحب الوطن، حب ديال بلادنا، افتخار ديال بلادنا، وهذه النقطة كذلك يجب أن نأخذ بها فتربينا على حب الوطن، على حب العلم الوطني، على حب النشيد الوطني، على حب كل ما هو مغربي، على حب الراية، على عشق الراية، على عشق المؤسسات ديالنا. خصنا نستمروا وناخذوا هذه النقطة بجدية كبيرة، لأننا العدو في حول اخترقنا من حال محاولة المؤسسات ديالنا. نفتخر بمؤسسات ديالنا الملكية، نفتخر بمؤسسات الأمن، نفتخر بمؤسسات الشرطة، نفتخر بمؤسسات الجيش، نفتخر بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغير ذلك. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة هذا الخطاب، بل لمحاولة استنباط بعض الأفكار من خلال الخطاب الملكي الثاني. والخطاب يتضمن أفكار تكون موضوع أطروحات جاءت في وقتها المناسب. وشكرا لكم. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.